في مكان كانت الناس عايشة فيه في قطاعات وبينهم صراعات ومشاكل كتيرة بسبب الجوع. بنشوف ولد صغير اسمه سنو، ده كان عايش في الكابيتال وخرج مع بنت عمه يدوروا في الزبالة على أمل إنهم يلاقوا أكل. لقيوا ناس بتاكل في بعضها حرفيا، وواحد ماسك جثة واحد تاني وبياكلها. خافوا ورجعوا البيت ولقى سنو جدته مستنياه علشان تبلغه إن والده مات في القطاع رقم 12 لأنه انضم للمتمردين والحراس قضت عليه. وعاش سنو وهو حزين على والده. ومرت السنين وكبر سنو بقى في أكاديمية تعليمية، وفي يوم حضر نفسه وراح احتفال الأكاديمية وهو متأكد إنه هيكسب الجائزة. أول ما وصل أخد صديقته وزميلته كرينسي ومسك إيديها وراح وقف مع باقي زمايله. الكل كان متأكد إن هو اللي هيكسب الجائزة لأنه أكتر طالب متفوق ومجتهد. ولما وصل زميلهم بلينت وقفوا يتريقوا عليه لأنه غني وبينجح بس بفلوس والده. وسمعوا صوت منظم الحفلة وبيطلب من الكل إنهم يقعدوا علشان الحفلة هتبدأ. فعلا الكل قعد وكان سنو متحمس جدا، بس بلينت قال له إن الجائزة مش النهارده. وفي الدكتورة وول صناعة ألعاب الجوع للقطاعات قالت إنها جاية النهاردة علشان تختار خليفة ليها لأنها خلاص قربت تموت. قدمت لهم ليم مبتكر الألعاب، وده وقف قال لهم إن بيتم اختيار 2 من كل مقاطعة علشان يقاتلوا في الساحة في ألعاب الجوع. وهما دلوقتي 24 طالب وكل واحد منهم هيبقى مشرف على مقاتل، ولو المقاتل بتاعه هيفوز هيبقى ده أفضل مشرف وهو اللي هيفوز بالجائزة. وحذرهم ان اللي هيغش هيطرد من القطاع خالص. بعد ما فهمهم ازاي يكسبوا تعاطف الناس وزع ال 24 مقاتل على 24 طالب. وطلع من نصيب سنو المشتركة لوسي من القطاع رقم 12، واللي حط اسمها هي بنت عمدة القطاع. علشان كده ولوسي ماشية حاطط لها تعبان في هدومها. ولما عمدة القطاع شافها ضربها بالقلم على وشها على المسرح قدام الكل. قامت وقفت وغنت وعملت نفس حركة كاتنيس اللي تعتبر رمز عندهم. وبعد ما ليم وزع كل الطلاب راح وقف مع سنو وقال له ان والده كان صديقه وسأله هيعمل ايه لو ما كسبش الجائزة. قال له سنو انه مستقبله هيضيع لانه كان ناوي يدفع مصاريف جامعته من فلوس الجائزة. ورجع سنو للبيت وقعد مع بنت عمه. كان متضايق جدا وقال لها ان لوسي شكلها ضعيف وهتخسر. قالت له بنت عمه ان لازم يكسب ثقتها علشان تسمع كلامه ويخليها تكسب تعاطف الجمهور بغنائها. قرر انه يعمل بالنصيحة دي وراح يستقبل قطر المشاركين وقدم للوس وردة، ودخل القطر بسرعة من غير ما الحراس تشوفه. بس المشتركين كانوا عاوزين يقتلوه لمنعتهم هي لوسي. واول ما وصلوا اخدها سنو وعرفها على الاطفال من جماهير الكابيتال لحد ما الحراس شافوه فاخدوه علشان يطلعوه. بس لوسي وقفته وطلبت منه يبعت لها اكل قبل الجولة الاولى ما تبدأ. مش ورجع لباقي زمايله. جات له وول وقالت له ان اللي عمله ده كويس جدا، وسالته العاب الجوع تبقى بالنسبه له ايه. واللي رد عليها هو بلينت لانه كان ضد فكره العاب الجوع وشايف انها جريمه في حق الاطفال اللي بيموتوا من غير سبب. فقال لي ان طلاب الاكاديميه قلبهم ضعيف وما ينفعش يبقى مسؤولين عن الالعاب دي خلاص. بس سنو قطعه وقال له انه غلطان لانه عنده افكار كتيره تخلي العاب الجوع تكسب اهتمام الناس زي زمان، زي انهم يقربوا من المشتركين ويبنوا للناس جزء من حياتهم. طلبت منه وول انه يكتب تقرير بالكلام اللي بيقوله ده. وقفت كرينسي وطلبت ان هي كمان تشترك في التقرير، وعجب وول الحماس ده ووافقت. وانتهى الاجتماع على كده. وراحوا كلهم للغدا. وراح بلينت لسنو وقال له ان المشترك اللي معاه هو ماركوس، كان زميله في الفصل زمان. فقال سنو ان ده سبب كبير يخليه يروح له ويقدم له مساعدات واكل. واخده وراح للمكان اللي هما فيه وكان معاهم اكل. بس ماركوس رفض ياخد منه حاجه او يتكلم معاه، على عكس لوسي اللي كانت مش متضايقه خالص من فكره العاب الجوع واخدت الاكل من سنو. وكان جنبهم كوين زميلتهم اللي بتضايق المشتركه بتاعتها وبتغيظها بازازه الميه، فمسكتها المشتركه وقتلتها. وفي اخر اليوم اتجمع كل الطلاب مع المشتركين علشان يتكلموا مع بعض. رجع سنو كتب التقرير اللي قال عليه وقدمه. ولما وول بعتت له هو وكرينسي وسالته مين اللي كتب التقرير، سبقته كرينسي وقالت ان هي اللي كتبته. طلب منها ايه تمد ايديها تاخده من المكان اللي فيه التعبين لو هي فعلا اللي كتبته. التعبين هتعرف ريحتها ومش هتاذيها. ومدت كرينسي ايديها والتعبين عضتها وماتت. وقالت وول لسنو يروح على الساحة علشان الألعاب هتبدأ. وبدأ المشتركين يتفقوا مع بعض ويعملوا تحالفات. وفجأة انفجرت الساحة وانهارت على كل الموجودين وهرب المشتركين. وفجأة سنو لقى نفسه في المستشفى وجنبه بنت عمه تايجرس وبلينت. قالوا له ان قوات حفظ الظلام قبضت على المشتركين قبل ما يهربوا ما عدا ماركوس، هو الوحيد اللي هرب والكل بيدوروا عليه دلوقتي. وللأسف الألعاب هتتم في ميعادها. وبعد ما سنو استرد صحته راح لساحة الألعاب قبل ما تبدأ بيوم ودرس كل مكان فيها كويس. ونزل يستكشف مكان مستخبي على أمل إنه يقول عليه للوسي علشان تستخبى فيه. ولقى فار ميت بسم فأخد السم وخباه في علبة بودرة. وراح للوسي قال لها على الأماكن اللي ممكن تساعدها وادالها علبة البودرة وقال لها ممكن تستخدمها للضرورة. طبعا لوسي كانت مرعوبة ومنهارة لأنها رايحة للموت برجليها. مسح لها دموعها بمنديل وهداها. وهي حكت له إن بنت عمدة القطاع بتكرهها وهي اللي خلته يقول اسمها في الألعاب علشان يخلص منها. فقال لها سنو ان كل ده مش مهم دلوقتي والمهم انهم يركزوا على المكسب، وعدها انه يخليها تكسب. تاني يوم بدأت الألعاب واتجمع الطلاب في قاعة المشاهدة وراح المشتركين على مكانهم. لقوا ماركوس مربوط في جبل قدام الكل علشان يبقى عبرة لأي حد يحاول يهرب. ولما بلينت شاف المنظر اتضايق جدا وساب الأكاديمية كلها ومشي.
وبدأت الألعاب والمشتركين كلهم بقوا يضربوا ببعض، ولوسي كانت بتتجنب الضرب لحد ما أخدت زميلها من نفس القطاع واستخبت في مكان من اللي قالها عليه سنو، بس لقوا 2 غيرهم تحت وكانوا عايزين يقتلوهم، فقتلهم زميلها وانتهت الجولة بوجود 13 مشترك بس. بتروح لمين لماركوس وبتقتله علشان تاخد مية، فعلا بعت لها المشرف مية في طيارة إلكترونية، بس للأسف بتقع إزازة المية تتكسر قبل ما لامين تاخدها، وبينتهي اليوم على كده وكل الطلاب بترجع بيتها ما عدا سنو نام قدام الشاشة، والأول بتصحيه وبتقول إن بلينت دخل الساحة ولازم يخرجه قبل ما حد يعرف. قالت إن لو قدر يخرجه بسلام هتعلنه هو الفايز. دخله سنو حاول يقنعه إن اللي بيعمله ده غلط وممكن يساعد الناس في القطاعات بشكل تاني، وهم واقفين سمعوا صوت مشترك بيجري عليه فجريوا منه، ولما وصل لهم وجرح سنو اضطر سنو إنه يقتله قبل ما هو يقتله، واخد بلينت وخرج بيه وراح للدكتوره إيلي علشان تعالجه، وحكى لها على اللي عمله وهو منهار لانه قتل شخص. قالت له إيلي انه ما عملش حاجه غلط لانه كان بيدافع عن نفسه، ولو ما كانش عمل كده كان زمانه هو اللي ميت، وخيطت له جرحه. رجع سنو للبيت وهو متضايق وحكى لبنت عمه على اللي عمله، فهونت عليه وراحت معاه تاني يوم للاكاديميه علشان تشجعه. ولما كل الطلاب وصلوا عرفوا انه مشترك القطاع رقم 8 مات، بس ما عرفوش ده حصل ازاي لان وول حذفت الجزء ده من تسجيل الكاميرات. بدأوا يتابعوا الأحداث الجديدة ولقوا زميل لوسي من نفس القطاع بيهجم عليها بعد كل المساعدات اللي قدمتها له، وبيعرف من كل حركاته إن عنده داء الكلب، فطلب من زميلته المشرفة عليه إنها تساعد لوسي وتبعت له مية لأن أصحاب المرض ده بيخافوا من المية. وفعلا وقفت زميلة سنو وساعدت لوسي بالمية وخلت زميلها يخاف ويبعد عنها، ووقع في حفرة عميقة واتصاب. نزلت له لوسي ودعته وبعدها سابته ومشيت، وبمجرد ما خرجت لقت أكتر من مشترك واقفين محوطينها وعايزين يقتلوها. اتصرف سنو بسرعة وبعت مية كتير شتت انتباههم بيها، ولحسن الحظ ان حيلته نجحت واخدت لوسي ازازة مية وهربت من قدامهم بسرعة وراحت استخبت. وطلعت السم اللي اداهولها سنو في علبة البودرة وحطته في ازازة المية اللي معاها، وطلعت فضت كل ازاز المية بتاعت المتسابقين وحطت لهم ازازة المية اللي فيها السم وجريت استخبت. ولما المتسابقين لقوا ازازة المية بدأوا يتقاتلوا عليها، بس قبل ما يشربوا لقوا واحدة بتجري فراحوا وراها علشان يقتلوها، وكان من ضمن المتسابقين بنت اسمها ديلي ومعاها والدها. اول ما شافت المية راحت تشرب منها لانها كانت تعبانة، ولوسي وقفت تتفرج عليها وما منعتهاش، وماتت ديلي اول ما شربت. ولما والدها لقاها ميتة نهار من العياط عليها وشالها حطها جنب باقي الجثث، شال العلم المتعلق على الجدار وغطاهم بيه، وده خلى كل المشاهدين يكرهوا الالعاب وقاموا كلهم وقفوا حداد على الميتين. بس قبل ما يعترضوا اكتر من كده قطعت وول البث وظهر التالي خبر عاجل وهو موت ابن الرئيس على ايد المتمردين. علشان كده قبل الغروب هتنزل سلاح الإبادة على الساحة وهتقضي على كل المتسابقين ومفيش حد هينتصر. فاتصدم سنو من القرار ده وطلع المنديل اللي مسح بيه دموع لوسي وافتكر وعده ليها بانها هتنجو، وفتح الجرح اللي في كتفه تاني علشان يدخل لدكتورة وول ويتكلم معاها. فعلا دخلها ولقى عندها طيور كتيرة جدا وكلها من نوع واحد وهو جبراجي، وده بيسجل كل الكلام اللي بيتقال. فسكت وما اتكلمش. كل اللي عرفوا منها ان سلاح الإبادة وكمية كبيرة من التعابين السامة. بس بعد ما خلصت الدكتورة وول علاجه سابها وخرج راح لصندوق التعابين وحط المنديل اللي مسح بيه دموع لوسي وريحتها بقت فيه، وكده التعابين هتتعرف على ريحتها ومش هتأذيها. اما لوسي في ساحة الألعاب فعرف مكانها بين المتسابقين وفضلوا وراها علشان يخرجوها من مكانها. رمت عليهم باقي السم وجه على واحد ومات، وكل الطلاب ما كانوش فاهمين ايه اللي حصل وازاي ده مات. اضطرت لوسي انها تخرج وتدور على مكان جديد بعيد عنهم، بس هم كانوا شايفينها وجريوا وراها. فجأة وقع عليهم كلهم سلاح الإبادة والتعابين هجمت على الكل وقتلته ما عدا سنو. اتلفت حوالين التعابين ما عدا سنو اتلفت حواليها التعابين وهي بتغني، والكل فاكرها عايشة بسبب الأغاني اللي بتغنيها. بس فضل سنو يهتف وينادي بخروجها لأنها الوحيدة اللي عايشة، وكل الطلاب اتعاطفوا معاها وهتفوا مع سنو لحد ما وول وافقت وطلبت من الحراس انهم يطلعوها، والكل بارك لسنو لأنه بكده فاز في المسابقة. راح سنو علشان يطمن على لوسي فلقى ليم جايب له المنديل وعلبة البودرة اللي غش بيهم في الألعاب، وقالوا انه هيطرد وهيروح للقطاع رقم 8 وهيخدم مع قوات حفظ السلام هناك. واخدوا الحراس علشان يودوه على هناك. وقت الترحيل دفع فلوس للمسؤولة علشان توديه للقطاع رقم 12 بدل 8. ركب القطر واتحرك بيه. اتفاجئ ان بلينت معاه على نفس القطر، وقالوا انه اقتنع بكلامه وقرر انه يساعد الناس وانضم وكمان لقوات حفظ السلام. ووصلوا القطاع رقم 12 وانضموا للحراس، وبعد فترة قصيرة كانوا مسؤولين عن شنق واحد من المتمردين كان متهم بجريمة قتل. فجت زوجته وفضلت تصرخ واعترضت على تنفيذ الحكم وقالت انه بريء. قبض عليها الحراس وحبسوها في السجن، وراح سنو وبلينت عند الحجز بتاعها، وكانت صعبانة على بلينت وبيفكر ازاي يخرجها. قال له سنو انها مذنبة لانها متجوزة واحد ارهابي وكمان بتدافع عنه، فاخدهم باقي زمايلهم وخرجوا كلهم علشان يغيروا جو. راحوا المطعم والمفاجأة ان سنو لقى لوسي هناك بتغني، ففرح جدا انه وصل لها، وهي كمان اول ما لمحته فرحت جدا. وجي صديقها القديم وكان عايز يمشيها معاه بالعافية واتخانق مع كل الموجودين، فمسكوا سنو ضربه. فاخدوا بلينت وخرج بيه بسرعة قبل ما قوات حفظ السلام توصل وتقبض عليهم كلهم. وتاني يوم راح سنو قابل لوسي وقال لها انه خسر كل حاجة علشانها وعلشان يوفي بوعده ليها،
وينقذها وتبقى بأمان، واتفقوا انهم يتقابلوا تاني يوم. ورجع لقى بلينت واقف مع واحد من المتمردين، وده كان زميلهم في الأكاديمية وبرضه اتطرد. فحذروا سنو انه يبعد عن المشاكل ولا هيبلغ عنه، لانه مش عايزه يتأذي اكتر من كده. وتاني يوم راح قابل سنو وقضوا وقت جميل مع بعض وسط الطبيعة، وادالها إشار بهدية. ولما رجع لقى القائد عايزه، فراح له مكتبه وبلغوا القائد انه هيتم ترقيته وهيبقى مدرب لقوات حفظ السلام في القطاع رقم 2 لانه مجتهد وهيتم نقله خلال 10 ايام. خرج سنو من عنده واتصل ببنت عمه وعرف منها ان وضعهم المادي بقى صعب جدا لدرجة انهم نقلوا البيت تاني. طمن انه هيرجع لهم قريب، ورجع يبلغ بلينت لقاه واقف مع المتمرد تاني. ولما قالوا ان اللي بيعمله ده غلط، قالوا بلينت انه خلاص اتفق وخطط لكل حاجة وهيحرر المسجونة ويهرب. وكمان مش بس كده، ده كمان هيشتري سلاح للمتمردين. وكان سنو كل ده بيسجل كلامه وبعت التسجيل لدكتورة وول. وبالليل راحوا على المطعم اللي بتغني فيه لوسي، وراح سنو ان بلينت اختفى. فخرج يدور عليه ولقاه واقف مع زميلهم القديم، وكان معاه بنت العمدة ورئيس المتمردين. واول ما شاف سنو رفع عليه رئيس المتمردين البندقية اللي معاه، ودخلت لوسي وراه. ولما بنت العمدة شافتها هددتهم اما يقتلوا لوسي او هتروح تبلغ والدها بكل اللي بيعملوه. فمسك سنو سلاح وقتلها هي، وجزميلهم يضرب سنو فقتلوا رئيس المتمردين. وقال سنو لبلينت انهم عملوا الصح. تاني يوم كان خبر موت بنت العمدة انتشر، وبدأوا يفتشوهم علشان يعرفوا المجرم اللي عمل كده. فراح سنو قابل لوسي وقال لها انهم لازم يهربوا للشمال، واتفقوا انهم يتقابلوا عند الشجره اللي بتقابلوا عندها. ولما رجع لها القوات مسكت رئيس المتمردين واخدوه يشنقوه هو والمسجونه، وبلينت كمان بتهمه الخيانه، وده بسبب التسجيل اللي بعته سنو لوول. وكان سنو حاسس بالندم انه كان السبب في موت صديقه. وتاني يوم راح قابل لوسي في المكان اللي اتفق معاها عليه، وفضلوا ماشيين والدنيا بتمطر. فلقوا يكوخ دخلوا وقعدوا فيه على بال ما المطره تهدى، وهناك مسك السلاح اللي قتل بيه بنت العمده. حست لوسي ان ممكن يعمل فيها حاجه لانها الشهاده الوحيده اللي فاضله. قالت له انها تخرج تجمع اعشاب ياكلوها. ولما لقاها اتاخرت خرج يدور عليها ونادى في كل مكان بس من غير فايده. ولقى الطرحه اللي كان جايبها لها هديه مرميه على الارض، جرى علشان ياخدها وكان فيه تحتها تعبان قرصه. وعرف ان لوسي عايزه تقتله، ولمحها من بعيد فضرب عليها رصاصه وقعها بيها. ولما راح لها ما لقاهاش وعرف انها هربت. فبيتخلص من كل الاسلحه اللي معاه وبيرجع لمعسكر قوات حفظ السلام، وبياخد من هناك حاجات بلينت من ضمنهم 3 ازايز سم. يروح علشان يركب القطر اللي هيوديه للقطاع رقم 2. فلقى القائد قال له ان حصل تغيير وبعته لوول، وقالت له انه هياخد منحه كامله وعفو. وبعد ما سنو اخد الجايزه وبقى من الاغنياء ورجع لعيلته واخدهم لبيت فخم، اخد حاجب بلينت وراح اداهم لليم وقال له ان هو السبب في قتله. رد عليه ليم بان والده كان اعز صديق له وهو صاحب فكره العاب الجوع، ووضح له انه وارث من والده افكار الموت، وقال له انه كان نفسه الالعاب دي تنتهي وكان عنده امل ان ده يحصل. لحد ما هو ظهر وبصله بحزن وقال له انه ذنب الاجيال الجايه كلها في رقبته. واول ما سنو خرج طلع عليه ازاز السم شربها، وعاش سنو وعاشت معاه العاب الجوع. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.